اهلا وسهلا بحضراتكم. تريزيجيه مكانه الطبيعي النهارده على الدكه، ولو ما قعدش على الدكه اقرا الفاتحه على الاهلي وقيمه ومبادئه، لان بصراحه لو المدير الفني ما عرفش يقعد تريزيجيه على الدكه يبقى كده بيعاند الجمهور اللي ساند تريزيجيه من ساعه ما جه ولعب. واول كارثه عملها في كاس العالم للانديه انه صمم ان هو يسدد ضربه الجزاء وهو ما بيسددش ضربات جزاء وضيعها، وخلى الاهلي يتراجع في مستواه برغم اللعيبه والصفقات اللي كانت ممكن تقدم مستويات جامده في كاس العالم للانديه. ولما رجع الدوري كمان بقى بيضيع بالثلاث اربع فرص في المباراه، وبعد ثلاث اربع مباريات يجيب جون في انبي يشاور للجمهور هص. لا ده انت اللي تهص، والمدير الفني اللي بينزلك ومصمم عليك هو اللي يهص، واللي جابك وعمل معاك صفقه وجابك النادي الاهلي هو اللي يهص. وبعدين انت بتعالج الفشل بفشل اللي جاب تريزيجيه ومصمم على انه يفضل في الملعب وما يتغيرش وما يقعدش دكه عشان ما يقولش ان هو جاب صفقه فاشله ويتحاسب. هو ما حدش بيحاسب حد اصلا. انت لما تجيب لعيب وتديله 130 مليون جنيه في السنه، ولعيب تاني زيزو تديله 100 مليون في السنه، وامام عاشور بياخد 15، وواحد تاني بياخد 7، مروان عطيه وغيرهم، هيلعبوا جنب بعض ازاي؟ ومحمد بن رمضان بياخد 100 وبن شرقي بياخد 100، هيلعبوا جنب بعض ازاي؟ انت ما بتلعبش لعبه فرديه. انت لو بتلعب بينج بونج ولا تنس اديله 100 200 مليون براحتك، ده لعيب هيعمل معاك الفرق لنفسه. لكن لما تكون بتلعب لعبه جماعيه تحط واحد بقرش وواحد ب 100 قرش جنب بعض، يلعبوا ازاي؟ ما ده بيأدي دوره وده بيأدي دوره، لا ده هيخدم على ده ولا ده هيغطي على ده. دي الحقيقة. الأهلي لو ما عالجش الأمور المادية للعيبة وشاف حل في موضوع بن رمضان وبن شرقي وزيزو وتريزيجيه وبن شرقي واللعيبه اللي بتاخد 100 واكتر من 100 مليون في السنه جنب اللعيبه اللي بتاخد 10 مليون في السنه، هتفضل بالمستوى اللي انت بتظهر بيه كل ماتش واسوأ من اللي بتظهر بيه كمان. لان انت لو ما عالجتش الامور دي، المساواه في الظلم عدل، لو ما عالجتش الامور دي مش هتشوف خير ابدا، لان مفيش عدل بين اللعيبه وفي اوضه اللبس. شكرا والى اللقاء.